المنتخب الجزائري مر عبر تاريخه بالعديد من النجوم الذين تركوا بصمتهم في كرة القدم محلياً ودولياً. في هذا الفيديو سنحاول تلخيص هذه النجوم في قائمة بأفضل 10 لاعبين بناء على الإنجازات والتأثير الفني. رابح ماجر، الأسطورة الجزائرية الذي قاد بورتو للفوز بدوري أبطال أوروبا سنة 1987 بهدفه الشهير بالكعب ضد بايرن ميونخ. كما كان نجم الجزائر في مونديال 1982 و 1986. الأخضر بلومي، صاحب التمريرة الحاسمة في الفوز التاريخي على ألمانيا الغربية من 2-1 في مونديال 1982، وأحد أفضل المواهب الجزائرية على الإطلاق. رياض محرز، قائد الجيل الذهبي الحديث، وأحد أبرز المساهمين في تتويج الجزائر بكأس إفريقيا 2019، بالإضافة إلى ألقابه مع مانشستر سيتي، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا 2023. مصطفى دحلب، أسطورة باريس سان جيرمان في السبعينيات، اشتهر بمهاراته الفائقة وسجل أكثر من 100 هدف مع النادي الفرنسي. ياسين إبراهيمي، أحد أكثر اللاعبين الجزائريين موهبة في العصر الحديث، تألق مع بورتو وقدم أداءً رائعاً في مونديال 2014. جمال بلماضي، نجم التسعينيات وقائد الجزائر في أكثر من بطولة، قبل أن يصبح المدرب الذي قاد الخضر للفوز بكأس إفريقيا 2019. عنتر يحيى، صاحب الهدف الأسطوري ضد مصر في المباراة الفاصلة للتأهل إلى كأس العالم 2010، مما جعله رمزاً قومياً للكرة الجزائرية. مجيد بوقر، مدافع قوي وقائد للمنتخب، وكان له دور محوري في تأهل الجزائر لكأس العالم 2010 والفوز بكأس إفريقيا 2019 كمساعد مدرب. رابح سعدان، رغم أنه كان لاعباً عادياً، إلا أن تأثيره كمدرب قاد الجزائر إلى كأس العالم 1982 و 2010 يجعله من الشخصيات الخالدة في تاريخ المنتخب. فوزي غلام، هو واحد من أفضل الأظهرة الجزائرية في التاريخ، تألق مع نابولي في الكالتشيو وكان عنصراً أساسياً في المنتخب لسنوات. ما رأيكم؟ هل تتفقون مع القائمة، أم لديكم أسماء أخرى تستحق الذكر؟ شاركونا برأيكم في التعليقات.